فقد سبق لي أن تفاوضت مع بعض المغاربة من تندوف لما كنت وليا للعهد، وليس عندي في ذلك أي مشكل، لأنني كنت أفاوض مواطنين مغاربة، ولأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق المغرب. فالمغرب ليس لديه أي عقدة لا في التفاوض المباشر ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان، ولكن يجب التأكيد هنا على أن سيادة المغرب على كامل أراضيه ثابتة وغير قابلة للتصرف والمساومة، غير أن اختيار المغرب للتعاون مع جميع الأطراف بصدق وحسن النية لا ينبغي فهمه على أنه ضعف أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات. فمبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب في إطار التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي بهذا النزاع الإقليمي. وبصفة الضامن لاستقلال البلاد ولوحدته الترابية، فإن من واجبه تحديد المفاهيم والمسؤوليات في التعامل مع الأمم المتحدة، والتعبير عن رفض المغرب للمغالطات والإنزاقات التي تعرفها هذه القضية. وتأكيدا لموقف المغرب بهذا الشأن أقول لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار، فالمغرب في صحرائه لم يكن أبدا قوة محتلة أو سلطة إدارية، بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه، لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر في مهام المينيوكسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان، لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع وتمليصه من مسؤولياته، لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة وحركة انفصالية، ولا لإعطاء الشرعية لحالة إدام القانون بتندوف. فسيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة لأفكار إيديولوجية أو توجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين أو أي انزلاقات أو مغالطات سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية. وبالمقابل فالمغرب مستعد للتعاون مع كل الأطراف للبحث عن حل يحترم سيادته ويحفظ ماء وجه الجميع ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق الاندماج المغاربي.